في إطار محاربة الشبكات الإجرامية المنظمة الناشطة في تجارة المواد المخدرات، تمكنت الوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنا تمثل في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بباريكا، وكذا وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بباريكا بحر هذا الأسبوع، وفي عمليتين نوعيتين من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين خطيرتين تمتهن الإتجار والنقل والتخزين والوضع للبيع المخدرات والأقراص المهلوسة انطلاقا من الولايات الجنوبية إلى مدينة باريكا، حيث تم ضبط في العملية الأولى بإقليم فرقة عزيز عبد القادر كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين من صنع أجنبي قدرت ب 641,680 قرص مهلوس، مع حجز وسيلة النقل متمثلة في شاحنة نصف مقطورة بصهريج وقود كانت تستعمل في نقل محجوزات وتوقيف مشتبه فيه، وبقي آخر في حالة فرار. كما تم ضبط في العملية الثانية بإقليم الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببيطام كمية من المخدرات تتمثل في الكيف المعالج قدرت كميتها ب 2600 غرام مع توقيف مشتبه فيهما وثالث في حالة فرار، وحجز وسيلة النقل تتمثل في سيارة سياحية كانت تستعمله في الجريمة. سيتم تقديم الأطراف أمام نيابة باريكا فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.